وانا بجهز عشان رايحه معرض الكتاب اوتوماتيك لقيتني بروح على البروش ده كاني بستدعيكم معايا. ما فكرتش يعني اطلب ان اي حد من اهلي يكون موجودين معايا، بس محتاجه خالد يكون موجود معايا واستدعيته بالبروش ده. وانا بقى بحط البروش افتكرت تعليق حلو قوي جالي، هحطه لكم من بنوته بتقولي معجبه بقصه حبنا، وبتقولي هو كان شكله ايه الراجل ده عشان تحبيه الحب ده كله. عشان احط في دماغي المواصفات دي وانا بختار شريك حياتي. الحقيقه هما سؤالين مش سؤال واحد. كان شكله ايه؟ وكان راجل عادي كشكل وكحب برضو. انا عايزه اقول لك ان عادي، يعني انا حبيته اكتر بكتير مما هو حبني، وده هو اعترف لي بيه. انا قعدت سنين اضخ حب، اضخ مشاعر، اضخ حنان واهتمام، لغايه ما هو بقى يعني مش قادر يرد على الحب ده الا باكتر منه. وحصل واداني اكتر ما اديته، بس بعد يمكن 10 سنين. دي مش قاعده، ده استثناء وده رزق. يعني انا رزقت اني انا احب الشخص، والشخص ده يطلع كويس، والشخص ده بعد كده يحبني قد ما حبيته اكتر، فده رزق في السماء. انما هو كان ايه؟ هو كان حلو المعشر. يعني لو هقول صفاته الاساسيه، وكان راجل حلو المعشر، فامان، تحسي معاه بالامان. الرجوله بالنسبه لي يعني الامان. كان بيسمح لي اني اكون حقيقيه، فكنت بقدر امارس معاه الحقيقه، ما بمثلش عليه. ممكن امثل على امي وعلى ابويا وعلى كل الناس، لكن هو لا. لو مقرفه هبقى مقرفه، ومش مش قلقانه ان انا ابان مقرفه قدامه. كان بيحبني حب غير مشروط. كتير كنت اساله: خالد، وانا لو طلعت ما بخلفش هتعمل ايه؟ خالد، لو انا اتخنت هتعمل ايه؟ خالد، هو انت عايزني اشتغل ولا ما اشتغلش؟ اي حاجه، انا عايزك. اي حاجه اللي انت عايز تعمليه اعمليه. تتخني، تخسي، تعجزي، تكرمشي، تبقي شاطره، تبقي بطه وتقعدي لي في البيت ما تعمليش اي حاجه، شعرك يبقى اصفر، يبقى اخضر، يبقى ابيض، انا بحبك انتي حب غير مشروط. فاول حد في حياتي احتاج اني ما احتاجش اني اتشقلب عشان يحبني هو الشخص ده. حتى بابا وماما كان دايما من غير ما يقصدوا كانوا بيقولوا لي عايزينك الاولى، عايزينك اتحط في بالي ان انا لازم اعمل حاجه عشان اتحب. ما ينفعش اتحب كده لنفسي، لازم اكون بعمل حاجه، حتى ان انا ابقى شاطره او مؤدبه او الاولى او اي حاجه. خالد لا، انا زي ما انت كده. فدي حاجه انا هو الوحيد اللي اداني الاحساس ده. الحاجه التانية الامان، طبعا الرجوله امان. والحاجه الثالثه هو كان راجل لسانه حلو قوي قوي. يعني كوبايه شاي لازم هعملها ورجلي فوق رقبتي، لا تسلم ايديكي ويبوس ايدي، حتى لو لوحدنا، مش لازم قدام الناس. في رجاله بتعمل كده حركات قدام الناس، لا هو بالعكس على طبيعته اكتر في البيت. فحلو المعشر، حنين، طيوب كده. انما تختاري ايه وانت بتختاري شريك حياتك؟ تختاري اللي يتقي الله فيكي، تختاري اللي يعرف ربنا بس. يعني ودي نقطة، لأنه كلام جامع مانع شامل. خالد كان جنتلمان، وكان قدوته في هذه الجنتلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بشوفه أعظم جنتلمان في التاريخ. لما براجع كل تصرفاته مع زوجاته، الراجل ده يعني سيد الخلق وكل حاجة، بس بمعايير الجنتلمان هو أكتر جنتلمان ممكن تسمعوا عنه. خالد بقى كان بيقلده. فليتقي الله ده، توكلي على الله وخذي. ويعطيكم العافية. بوست من القلب ولا فيديو من القلب بعيد عن الطب.